مساء الفل، اهلا وسهلا بكم مع برنامجكم المزيكاتي في حلقة جديدة لتحليل اغنية كداب للفنانة سميرة سعيد. بس الاول صلوا على النبي ويلا بينا. الاكسسوار. لفت نظري ان الفنانة سميرة سعيد كاتبة في تتر البداية مجوهرات اماز جاليري. ده يعتبر اعلان طبعا لاماز جاليري، ويعتبر عرفان بالجميل منها بتقدر المكان اللي بيديها المجوهرات المختلفة. يعني ايه مختلفة؟ يعني القطعة اللي بيديها لسميرة سعيد دي بتكون اصدار مفرد، يعني قطعة واحدة بس ما تعملش غير لسميرة سعيد، وممكن بعد سنة يبتدي يكتر ويعمل من ده تاني. يعني بيبقى فيه اشتراطات كده يا جماعة حول الاكسسوار اللي بتتعمل يونيك للفنان. المهم ان الاكسسوار ده يستحق فعلا ان انا اعلق عليه، ولكن ببضع صور سريعة كده. احنا عارفين طبعا ان سميرة سعيد لبست 2 اوتفيت، كل اوتفيت كان معاه اكسسوار مختلف. تعالوا نتكلم على الاوتفيت الاولاني اللي هي البلوزة البيضاء مع البنطلون الاحمر. تعالوا نشوف مجموعة الصور دي. اول حاجه السلسله اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشه، وصوره الحلق اللولي الجميل ده، احنا في مصر بنقول عليه حلق لولي. الخاتمين اللي في اليد اليمنى في اصبعي السبابه والوسطى، تعالوا نشوفهم، وخاتم ايضا في اليد اليسرى في الاصبع الاوسط ايضا. اللوك الثاني اللي كانت لابسه فيه سميرة سعيد بلوزه حمراء من فوق، والبنطلون كان لونه قلت لكم لبني او افتح درجات الازرق. هذا اللبني او في مصر بنقول عليه الفيروزي. عرفت بقى ليه لبسته، هي كانت المفروض تعكس الاوتفيت الاولاني، يعني البلوزه تبقى حمراء والبنطلون يبقى ابيض، عكس الاوتفيت الاولاني تماما. ولكنها خدت البنطلون. ايه اللون اللبن اللي دخل علينا مفاجاه ده؟ لا، ده مش مفاجاه ولا حاجه، ده مقصود جدا علشان يتناسب مع السلسله الجديده اللي عباره عن شبه ما يشبه جنزير، وفي دلايه، في مصر بنقول عليها دلايه او تعليقه باللون الفيروزي اللبني الفاتح جدا اللي ماشي جدا مع لون البنطلون. تعالوا نشوف. طبعا كداب، بس يا كداب. ومجموعه خواتم ايضا في اليد اليمنى. يعني يا مزيكاتي احنا المفروض نعمل ايه دلوقتي اما عرفنا انها لبست مجوهرات حلوه وغاليه؟ نروح يعني نشتري من عند اماز جاليري ولا نعمل ايه؟ يا سيدي ربنا يكرمنا ويكرمك وكلنا نشتري لزوجاتنا مجوهرات، والسيدات الكريمات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يا رب كلكم تشتروا مجوهرات غاليه جدا، اهلا وسهلا. بس انا وريتكم المجوهرات والاكسسوار ده عشان اقول لكم ان كل حاجه في الكليب بتبقى محسوبه. يعني فاكرين لما قلت لكم ان سميرة سعيد قالت ومعيشني في غرام وقعدت تعمل كده؟ حتى دي مقصوده عشان تبين الاكسسوار، اللفته، بعض حركات البادي لانجوج اللي قلت عليها قبل كده بتتعمل بغرض اظهار المجوهرات. يعني كل حاجه محسوبه يا جماعه، ما فيش هزار مع سميرة سعيد. بص يا مزيكاتي، خلينا صرحاء مع انفسنا، سيبك من المجوهرات وقول لي ايه الحاجه اللي مش حلوه اللي حاصله في الكليب، وانت بقالك 4 حلقات عمال تلف وتدور وتلف وتدور ومش عايز تتكلم عليها. ايه الحاجه الغلط اللي عملتها سميرة في الكليب؟ كلمه يا مزيكاتي. انا لا بلف ولا بدور، انا اتكلمت على كل حاجه حلوه شفتها في الكليب، وما شفتش في الكليب حاجه وحشه خالص خالص، مفيش حاجه خالص. يعني ما شفتش سعادتك السيجاره اللي في ايد الفنانه؟ مش الفنان قدوه برضه يا استاذ ولا ايه؟ حاضر هخليني واضح وصريح. انا ما كنتش احب اشوف مشهد السيجاره في ايد سمير سعيد، اديني واضح اهو، ما كنتش احب اشوف هذا المشهد. ولكن هذا المشهد يا جماعه ده سكريبت بيبقى مكتوب من المخرج ومعد سيناريو ان هي بتمثل. ما تنسوش ان الكليب عباره عن فيلم قصير، اي كليب كده، الكليب هو فيلم قصير، فهي بتمثل ان دور السيده الواثقه بنفسها اللي عندها كبرياء علينا، وكمان خد بقى دي عندها مساواه بالرجل. يعني هي حاسه بكده، بتمثل لنا الشخصيه دي. وما تنسوش حاجه مهمه، سميرة سعيد، حط دي بين قوسين، سميرة سعيد لم تدخن في هذا الكليب، هي كانت ماسكه السيجاره بس، انما السيجاره كانت مطفيه، لم تدخن وتطلع نفس بقى، ولو ان ممكن يكون كان ده مكتوب في السكريبت كمان وسميرة سعيد حذفت الجزء ده. لا، كفايه همسك السيجاره لكن مش هدخن. علينا امورك مش مبينه. ولو ان كان من الممكن ان المخرج يستبدل حركه مسك السيجاره دي بمسك النضاره، ودي حصلت
خلاص انها كانت ماسكه النضاره اكتر من مره. ممكن تمسك مجله وتتصفح فيها ان هي عندها لا مبالاه بان انت كذاب، بس انا عارفه انك كذاب وبتتفرج على المجله، وكان ده برضه هيبقى في ثقه بالنفس. كانت ممكن تمسك قلم وورق كانها بتكتب له جواب، تقول له كذاب، وتعمل كده بالقلم وتكتب. يعني كان ممكن نستبدل لقطه السيجاره دي. اديني قلت كل حاجه وبصراحه. علينا امورك مش مبينه. اولا شكرا انك قلت المشهد مش عاجبك يا مزيكاتي. تمام كده انا احييك، وكويس انك اديتنا بدائل كمان. ممكن تمسك النضاره بدل السيجاره، ممكن تمسك مجله، ممكن تمسك قلم، ممكن تمسك بقسماطه زي دي كده وكانت تاكل فيها، كانت تهدي اعصابها اكتر من السيجاره. انما قول لي بقى، مين اللي قالك ان ماسكه السيجاره بتدي ثقه بالنفس ومساواه بين المراه والرجل؟ مين قالك الكلام؟ عشان اوضح لك موضوع الثقه بالنفس والمساواه بين المراه والرجل هتضطرني اقول لك نبذه تاريخيه عن بدايه تدخين المراه. هقولها لك بس المهم انك ما تزهقش. سنة 1911 تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، 1911 خد بالك من التاريخ، قانون مكافحة الاحتكار. احتكار السلعة، ان سلعة يبقى في شركة معينة بس هي اللي تحتكرها. كانت شركة شيرمان للتبغ هي اللي محتكرة صناعة السجائر في أمريكا، فقام قانون الاحتكار سنة 1911 بتقسيم مؤسسة شيرمان إلى عدة شركات. وطبعا بما انهم بقوا عدة شركات إذا لازم يكون في بينهم منافسة. المنافسة قامت على محورين أساسيين. أول محور هو جودة المنتج، إنك تجود في المنتج ديالك، الشركة دي تجود والشركة دي تجود أكتر. ده أول حاجة، تجويد المنتج. تاني حاجة التسويق، لازم يسوقوا بطريقة مختلفة جديدة. لما جم قعدوا كل شركة قعدت مع نفسها ومع مجلس الإدارة ديالها، قالوا عشان نعمل تسويق عايزين نبيع اكتر من الشركات الاخرى. نبيع ازاي؟ نجذب فئة مش موجودة. احنا عارفين طبعا ان نسبة النساء على وجه الارض اكثر من نسبة الرجال. قالك احنا بنشتغل على فئة محدودة على الرجال ومستبعدين الاطفال. ماشي، هنسيب الاطفال غصب عننا. طب ونسيب النساء ليه؟ طب يبقى لازم نفكر في طريقة تسويق جاذبة للنساء. وبالتالي سنة 1920 بدأوا يتجهوا إلى النجمات، الشخصيات البارزة من السيدات، وطبعا المفروض أن يكون أكثرهم هم الفنانات. فبقوا مش يجيبوا الفنانة تعمل إعلان كده، تعالي امسكي سجارة واعملي إعلان وقولي سجارة لاكي سترايك حلوة، لا، ده في الحفلات الكبيرة العامة طلبوا من الفنانات وكمان الشخصيات البارزة غير الفنانات ان هم يمسكوا السيجارة بطريقة معينة. طبعا كل ده قصاد مقابل مادي، يعني ده اعلان، بس اعلان بيتعمل في الحفلات وفي المهرجانات اللي كانت بتتعمل للسينما وحفل افتتاح الفيلم. وتقعد الفنانة وتمسك السيجارة وتمسكها بطريقة معينة فيها عزة وكبرياء وفتنة وأنوثة. علينا امورك مش مبينه. ويسحبوا النفس بطريقة معينة وينفخوه بطريقة معينة تزيدهم جمالا. ومش بس في الحفلات، لا، يبقى ندخلها في الأفلام نفسها، إن الفنانة تكون بتدخن بطريقة معينة. نقوم نكسب إن السوق بتاعنا يكبر ويشمل المرأة أيضا جنب الرجل. علينا امورك مش مبينه. وهنا بقى اجيلك لجزء المساواة بين المرأة والرجل. في سنة برضو 1920 ومع بداية ازدهار الحركات النسائية المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل، استغلت شركة لاكي سترايك للتبغ هذه الفرصة، فرصة عظيمة. المرأة عايزة تثبت وجودها انها تساوي الرجل، فكان على هذه الشركة الاستفادة من الفنانات المشهورات المتسمات بجمال قوامهن. واعلنوا حملة دعائية بتقول ان التدخين يسبب التخسيس، مش الامراض بقى والسرطان والقلب، لا، التدخين بيساعدك على التخسيس. فكسبوا السيدات اللواتي لديهن رغبة في التخسيس مع التلويح بان هذه مساواة بين المرأة والرجل، وأن هذا يضيف لك كبرياء وجمالا وإلى آخره. كذلك تنقل الإعلانات بقى اللي اتعملت عن السجاير، تنقل للمرأة أن المرأة المدخنة هي مرأة قوية مرتاحة واثقة من نفسها، بين قوسين المرأة العصرية. والله اطلب حاجة تتجاب أوام أوام، مهتم بيا ومعيشني في غرام.
لا لسه هكمل لكم الحكايه بقى. ظهور العلامه التجاريه مارلبورو، العلامه الاشهر الى الان. سنه 1925 ظهرت العلامه التجاريه مارلبورو. مارلبورو بقى لعبت على محورين، الرجل والمرأة. على طول بقى نزلت جاهزة، ما بقول لهم 5 سنين بيجهزوا المرأة والمرأة بقت تدخن. عملوا حاجتين، أول حاجة الرجل لبسوا، كانت كل اعلانات مارلبورو الرجل القوي الكاوبوي اللي راكب الحصان بتاعه وبيدخن السيجاره وبيجري ومعارك وينزل يستريح ويشرب سيجارته. الرجل القوي هو رجل مارلبورو، اللي بيصارع الثيران كمان هو الرجل اللي بيشرب مارلبورو، قوه فتوه. والمحور الاخر المراه، كيف ان سيجاره مارلبورو تحسن حياتك. تحسن حياتك، ايوه كانت الاعلانات كده. مارلبورو بتحسن حياتك الى الافضل، بتنقلك نقله تانية خالص، بتزيدك فتنه واثاره وجمال، فضلا عن المساواه بين المراه والرجل. لا ده كمان الفتنه والاثاره والجمال. وقلت لكم ان هم اشتغلوا على المحورين، تحسين التسويق، والمحور الاولاني تحسين التجويد في المنتج. فجودوا المنتج بقى، عملوا السيجاره ذات الراس او الفلتر بلون العاج الانيق اللي بيعجب السيدات. حطوا اطار ذهبي يفصل ما بين الفلتر وما بين السيجاره، علشان وهي ماسكه السيجاره كده اللون الذهبي ده يلمع مساء. تسويق يعني جوده منتج، مع ان المنتج في الاول وفي الاخر هو منتج فاسد، منتج قاتل يعني يسبب الوفاه، ولكن هم بيحسنوا شكل المنتج وبيلعبوا على الدعايه والاعلان من خلال الفنانات الكبيرات النجمات اللي هم بيتسموا بايه؟ مساواه، تحرر، فتنه، جمال. ايه الحلاوه دي؟ عشان كده بقى مارلين مونرو ملكة الإغراء في السينما العالمية كانت بتمسك السيجارة عشان تبقى فاتنة وجميلة، صح؟ لا، هي مارلين مونرو كانت جميلة بطبيعتها، جميلة لوحدها كده بسبب يعني شكلها وطبعها ودلعها. فهي كانت جميلة أصلا، هم استغلوا جمالها ومسكوها السيجاره، مش السيجاره اللي خلتها جميله. هي كانت جميله فالانظار التفتت اليها. كويس ان انت اديتني المثال ده، مثال مارلين مونرو. وادوها السيجاره بقى وحطوا لها السيجاره في مبسم طويل عشان يبقى فخامه وشياكه اكتر، وادوها السيجاره بدون مبسم كمان عشان تبقى سهله الاستخدام، والمراه تقول السيجاره على طول سهله، المبسم ده طويل ومحتاج سواريه. فسهلوا كل حاجة، واستخدموا فعلا مارلين مونرو للتسويق للسجاير من خلال افلامها واعلاناتها. الافيشات بتاعت الافلام ديالها كانت دايما بتبقى ماسكة السيجارة. وبالمناسبة يعني مارلين مونرو ليست هي الاولى في الفنانات اللي استخدموها شركات التبغ عشان تعمل، لا كان في قبلها كتير وفي بعدها كتير، ولكن مارلين مونرو كانت الاشهر لانها كانت منظومه على بعضها كده، دلع شامل يعني، باكج كده على بعضه بما فيه السجاير. تعالوا بقى بالمناسبه اوريكم بعض الصور لمارلين مونرو وهي بتدخن سجاير. وعلى فكره السينما المصريه كمان تاثرت بمسكه مارلين مونرو للسيجاره، وبدات الفنانات المصريات، طبعا كان كل الفنانات المصريات عينهم دائما على السينما العالميه، العالم في ايه عشان نطور ونجد. مش بس الفنانات، لا والمخرجين اللي بيعملوا الافلام بيشوفوا الافلام الاجنبيه بيعملوا ايه، طب ما نعمل زيهم. اتفقنا؟ وبالتالي المخرجين نقلوا الفكره لمجال السينما في مصر، والفنانات المصريات اقتنعنا جدا. كان اشهرهم طبعا اكيد حضراتكم فاكرين هند رستم، كانت الاكثر شهره في تقليد مارلين مونرو. تعالوا نشوف لها المشهد البسيط. انا عارف اني طولت عليكم بس انا سعيد جدا، وما دام فتحت موضوع لازم اكمله بقى لاخره حتى لو الحلقه طولت. يعني انتوا هتساعدوني بقى في انتشار الحلقه وتعملوا لايك وشير، لو حد ما عملش لايك ينزل يعمل لايك دلوقتي. فهند رستم هوريكم بس لقطه واحده من فيلم واحد، انما هي دخنت كتير في افلام كثيره. طلع بدور المرأة الخائنة لزوجها، زوجها اللي هو يحيى شاهين، فيلم لا أنام. كانت طالعة زوجة ليحيى شاهين، ويحيى شاهين كان أب للفنانة فاتن حمامة في هذا الفيلم. فاتن حمامة بنته وهند رستم صاحبتها، فحب صاحبة بنته واتجوزها. صاحبة بنته اللي هي هند رستم دي كانت خائنة، ففاتن حمامة عرفت إن هند رستم بتخون أبوها، فرايحة تواجهها. في مشهد المواجهة ده محتاج من هند رستم إنها تكون إيه؟ إنها تكون قوية، مسيطرة، شخصية محدش يهزني محدش يهدني، صوتها عالي، عندها كبرياء، عندها عزة نفس، وده كان يستلزم انها تكون بتدخن. ده من وجهة نظر المخرج. تعالوا نشوف المشهد ده بسرعة. عشان يبقى جوزك وعشيقك في بيت واحد. يا اختي يا نادية خليكي سبور امال. يوه بكرة تحبي حتى سمير يتحب. اسمعي يا كوثر، انا بنذرك اذا كنت بتحاولي تهدمي حياتي عشان غرامياتك فانا هطربق البيت ده على دماغك وعلى دماغ اللي فيه.
تعالوا كمان نشوف الفنانة نادية لطفي في فيلم النظارة السوداء. في فيلم النظارة السوداء كانت طالعة نادية لطفي بنت مستهترة، ليها أصحاب كتير صبيان بتحب تسهر لحد الفجر وبالتالي ده يستلزم انها تكون بتدخن. مش بتدخن بقى في النايت كلاب وبس وبالليل لا، دي بتدخن في عز الظهر. خدوا بالكم كل حاجة لها دلالة. في عز الظهر في النادي مع اصحابها في النادي الشباب، وبتقول لهم بتعلمنا السينما. ما للاسف السينما مش كلها ايجابيات، يعني ده في بلاوي كتير حصلت. ده هي بتعلم النساء تطلب السيجاره من الرجل، تقول له هات سيجاره، فيتهافت الشباب اللي موجودين كلهم ان كانوا 3 مثلا، كلهم يحاولوا يولعوا لها السيجاره. ده بيزيدها كبرياء وثقه بالنفس. فاهمين ربط السيجاره بايه؟ تعالوا نشوف المشهد ده. بالمناسبه الفيلم ده كان اسمه النظاره السوداء. اسمك ايه؟ والي. طب اديني سيجاره. يعني انت كده يا مزيكاتي جبت لنا ان السيجاره في السينما المصريه بتاعتكم ظهرت في حالتين، يا اما المراه خاينه لجوزها زي الست هند رستم في الفيلم طبعا، او البنت مستهتره زي الفنانه نادية لطفي. لا، مش بس النوعين دول، المراه الخائنه والفتاه المستهتره، لا، ده كمان قال لك ان السيجاره بتشربها المراه الجاده جدا. مش لسه قايل لكم على المساواه بين المراه والرجل؟ الجاده في عملها، الناجحه، الواثقه من نفسها، في مساواه منها للرجل. ده هي كمان الرجل مش موجود، هي اللي بتقوم محل الاب، هي الاب وبتدير، وست محترمه جدا وقويه، وبالتالي لازم تدخن. ده مين اللي قال لنا الكلام ده؟ في فيلم امبراطورية ميم، سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة. تعالوا نشوف المشهد ده وازاي المخرج عمل من خلال حوارها مع ابنها. وعلى فكرة ابنها ده الفنان هشام سليم وهو صغير، ازاي بيتناقش معاها عشان يحاول يثبت لها او هي تثبت له ان السجاير لما بكون متوترة وفي ستريس السجاير هتهديني. وده اللي حاولت الاشارة اليه الفنانة سميرة سعيد في فيديو كذاب. ماما انتي بتولعي سيجارة من سيجارة؟ نرفزتني. يعني السجاير بتروق اعصاب الواحد لما يكون متنرفز. السجاير ما فيهاش فايدة، دي عادة سيئة الواحد بيتعود عليها. قد كده لما الواحد يتعود عليها ما يقدرش يسيبها. عايز توصل لإيه بالظبط؟ ولا حاجة. كده فهمتك يا مزيكاتي. يعني الست سميرة سعيد في كليب كذاب كانت بتمثل انها سيدة قوية وتشعر بالمساواة بينها وبين الرجل، بس عندها ستريس واعباء من الراجل الكذاب. صح كده ولا انا فهمت غلط؟ انا كده فهمت يا مزيكاتي. الحمد لله انك فهمت، وكمان جمهوري على القناة عرف ان سميرة سعيد يعني هذا المشهد كان من الممكن استبداله، ولكن سميرة سعيد لم تدخن في الكليب. انا طبعا مش بدافع عن الفنانة سميرة سعيد، لان الفنانة سميرة سعيد اصلا مش في موقع اتهام، لها كل التقدير والاحترام، والفيديو رائع ومبهج جدا. انا بس حاولت اناقش الفيديو من كل جوانبه. في النهاية من فضلكم اللايك، الكومنت، الشير، بحبكم جدا، اشوفكم على خير.